السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحه جيده والاحوال ديالكم طيبه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نصاوب انا وياكم الطويجيل اللي كيجي لذيذ وسهل ماهل ودغيا كيوجد. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غنبداو نصاوبوا الطويجين ديالنا انا وياكم اللي هو بالقمرون ولاصوص. كيجي غزال 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 وكيجي لذيذ وسهل في نفس الوقت. انا عندي مطيشه اللي طحنتها، انا خديت هنا مطيشه وطحنتها واحد 3 ديال المطيشات كبارين. مهم على حسب، شوفوا نتوما على حسب القياس ديالكم. وطحنتهم او حكوهم اللي بغيتو نتوما. انا هنايا كنت مزروبه غير طحنتهم في مولينيكس ودرت عليهم زيت الزيتون القياس اللي بغيتو، اولا ديروا زيت نباتيه اللي كتفضلوا نتوما. راني هنا شاعله عليها انايا النار ودرت زيت زيتون كيف ما قلت لكم، وكنضيف التوابل، كنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وكذلك كنضيف واحد الملعقه ديال الخرقوم اولا الكركم، خرقوم بلدي، وكنضيف الفلفل الاسود، وكنضيف كذلك الفلفل الاحمر اولا التحميره اولا البابريكا، كل واحد اش كيعيط ليها. وكنضيف كذلك واحد شويه ديال الكمون، الملعقه الكمون ما كنعمروهاش بزاف، غير شويه، ما كنديرش ما كترش منه كيف ما كتشوفوا. فالتوابل اللي درت وكنحرك كنخلطهم مع لاصوص طوماط ديالنا، كنخلطوهم مزيان هكايا باش يندمجوا مع بعضياتهم. صافي، وكنخليوهم يغلاو مزيان مزيان حتى كيبداو كتحسوا بداك الفقاعات كيطلعوا لكم. كنضيف، سمحوا لي، كنضيف الثومه اللي نسيتها غنحكها بهذا الشكل هذا. ممكن انكم تطحنوها مع لاصوص فاش تكونوا كطحنوه اولا تحكوها بهذه الطريقه هذه، المهم اللي بغيتو نتوما مزيان. الا كنتم مزروبين فطحنوها معاها وصافي. فانا هنا حكيت واحد 2 ضريصات ديال الثومه كما كتشوفوا، ماشي ما كثرتش بزاف، وصافي. وغنخلطهم مع العطريه اللي درت ولاصوص ديالنا. بالنسبه للكميه ديال القمرون اولا الكروفيت اولا فكتبقى على حساب كل واحد، وعلى حساب عدد الافراد، وعلى حساب نتوما شنو بغيتو ديروا. فالكميه ما غاديش نقول لكم زعما شنو غادي ديروا، هذه فقط الطريقه اللي كنوريكم ديال هاد الطويجين هذا اللي كتجي صراحه غزاله وزوينه. شو هنايا الطاجين ديالي راه غدا كيغلا، وهذا قطعت واحد شويه ديال الربع كما كتشوفوا، مازال طري جديد، يلاه جايبه من السوق. كيعجبني فاش كيكون هكايا، حيت ملي كنشري انا بالكثره كنطحنو، كنديرو في الهاشوار هذيك ديال الضو، وكنديرو في الفريغو. ملي كيكون هكا طري كيكون زوين، حيت مع البعد ديال السوق وداكشي فكضطري انك تشري كميه كبيره وتطحنيها وديريها في الكونجيلاتور، فوق ما تحتاجي كتجبدي. غير هو فاش كيكون جديد كيكون احسن. دائما الحاجه طريه ماشي هي الحاجه منين تتبقى. هنايا الطويجين هانتوما كتشوفوا راه غلا، بدا كيطيب. فانا مازال غادي نخليه مازال شي شويه يزيد يعقد شويه، وعاد ندير عليه الكروفيت باش ما يجيناش ميه ويجينا مزيان، يعني معلك وشارب وما يجيش داك ميه. راكم عارفين داك فاش كيبقى داك الماء وهذا كيجي طاجين شويه ماشي تالي. فكيف ما كتشوفوا هكايا كنبقى
مره كنحرك فيه باش ما يسخنش. العافيه اللي دايره انا على الطاجين راه مهيله، وهذا الطاجين عندي من داك النوع اللي فيه الحديده لتحت، يعني ما كتلصقش فيه زعما السخونيه، ماشي من دول السخونيه نيشان باش غيتفرقع عليكم. فاذا درتو دمج هذا راه غادي يتفرقع عليكم الطاجين. فهنا انا درت داك الكميه ديال الكروفيت اللي عندي، درتها حنا كما كتشوفوا. الطاجين يعني راه شرب، يعني ما بقاش فيه لاصوص بزاف اولا. بحريطه بالطاجين، بحريطه عفوا الكروفيت مع داك لاصوص يجي هو هذاك صافي، وكتطفيو عليه. طريقه جد سهله وبسيطه جدا ودغيا، كتوجد في رمش عين كنتي مزروبه اولا شي حاجه. وراكم عارفين يعني الحوت وداك الشيء راه ما كاين محسن منه. كله فوائد، كله زوين، سواء هكا طويجين اولا في الفران اولا. مهم غير حاولوا ما امكن انكم ما تبقاوش تقليو بزاف. فانا كنفضل الفران اولا بحال هكايا. مهم اللي غتستافدوا منه. بالقليان كتضيع يعني بزاف د العناصر اللي فيه كتضيع. هنا كنضيف واحد شويه ديال لاصوص مركزه، طماطم مركزه اولا ديال الباكيه. مهم اللي بغيتو نتوما. هنا غير باش تعطيني واحد الختوريه زوينه، واحد البنه غزاله كتعطيها لهاد الطاجين هذا صافي. وكنخليها على ما كتندمج ليا مع داك مع الكروفيت. راكم عارفين دغيا تيطيب، كيندمجوا ليا العناصر مع بعضياتهم مزيان صافي. وكنحيدوا الطويجين ديالنا تيكون صافي طاب، وناكلوه بالصحه والراحه. فغادي نبقاو معايا باش نوريكم ان شاء الله الشكل ديالو النهائي كيفاش غادي يكون. هانتوما كتشوفوا. غنحيدو ان شاء الله ونتلاقى انا وياكم. هذا هو الشكل ديال الطويجين ديالنا بعد ما حيدتو. شوفوا هانتوما راه عقاد، بدا كيبان الكروفيت غير من الفوق ولا صوص هبط لتحت، ومازال كيطبخ يعني من البوطه. وريتو لكم نيشان. فهذا هو الشكل ديالو، كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وكيجي لذيذ. وكنتمنى ان يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم والوصفه حتى هي. وإلا عجبكم الفيديو كما العاده ما تنساونيش من لايكات وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. واللي اول مره كيزور القناه فضلا وليس امرا يدير لي ابوني ويضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل جديد ان شاء الله في القناه. يلا خليت لكم الراحه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ووصفه جديده. بسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.